يعني شركات الايجنسيز او هي ملهاش ترجمه قوي بالعربي، بس هي الوكالات يعني ما فيهاش اسيت او ما فيهاش حاجه ينفع الشركه دي يكون ليها قيمه بعد كده، لان هي قيمتها في الموظفين اللي فيها. فانا مثلا لو انا عايز استثمر في شركه، لا يمكن استثمر في ايجنسي. ده بيحصل ساعات، عادة بيحصل لسبب اساسي. هو مثلا لو مثال ان يكون مثلا الشركه بتاعتك الايجنسي دي معاها اكونتات حكوميه، فهي اكونتات او اكونتات ملهاش حسابات طويله الاجل. بس ما تستقيم ماشي حاضر، انا ماشي يعني سنتين قدامها مثلا سنتين ثلاثه، والحكومه صعب قوي يبقى فيها مش دايناميك قوي او مش بتتحرك بسرعه، فثابته. فيقول لك الشركه دي احنا نقدر نتخيل ان هيخش لها كذا في السنه، فاذا هي قيمتها كذا، فاحنا ممكن ندفع فيها كذا. بس عموما الاستثمار في الايجنسيز او في الوكالات ضعيف جدا. الناس كلها بتستثمر في الحاجات اللي فيها اسيت، او الحاجات اللي هي قايمه على برودكت، الحاجات اللي هي انت في حاجه لو الشركه كلها، لو موظفين الشركه كلها مشيوا هي ستيل موجود، مش معتمد عليهم بشكل اساسي زي ينفع كده. في ويب سايت عليه كورس وفي سبسكرايبرز وفي بكره الصبح ينفع مش فيها ولا بني ادم، ستيل في حاجه بتساوي فلوس اللي هي الحاجات دي. في الايجنسي او في الوكاله مفيش، الاكونتات معتمده على الناس. احمد هو اللي بيشتغل لي انا مثلا كشركه ايا كان اسمي شركه غريب مثلا للاستيراد والتصدير، فغريب يعرف احمد اللي جوه الشركه. احمد موجود في الشركه، غريب مكمل. احمد مشي، عادة غريب بيروح مع احمد، اللي احنا بنشوفه بقى طول الوقت ان هو حد بيمشي من ايجنسي او من وكاله وياخد الاكونتات اللي كانت معاه. ده حركه وحشه قوي، طول الوقت بتحصل حركه وحشه قوي. ده بيخلي كبزنس او كشغل الوكالات ملهاش قيمه في حد ذاتها، يا اما قيمتها زي قلت لك. عشان كده هم بياخدوا بس عاده، هو خلي بالك كل حاجه نقولها ليها اكسبشن عشان حد يقول محدش يطلع يقول ايه اكيد. بس لا، انا على نطاق صغير قوي. لكن القاعده ان هو لا، الشركات بتستثمر في الحاجات اللي فيها حاجات ملموسه، مش بس موظفين. لان الموظفين ممكن اروح اغيرهم، تاخد كام الف، هديك 3 اقعد، فيجي يروح.